واقف في اخر الطابور وكيلو العدس عامل 275 درهم، اعمل حسابك في زياده، لان على ما يجي دورك هيكون وصل لسعر جرام الذهب. ليه يا جدعان ازمه زي دي تكون موجوده في دوله كبيره زي الجزائر؟ ده ما كانش في مسؤول هيبقى قاعد في كرسي في الجزائر لو ايسر جزائري. لغايه من المفروض انه اعلامي ساخر كما جوشو قبل ما يقدم ماده كما هذه يتاكد بانه ما تورطش في الغلط. ولكن احنا على بالنا ورانا عارفين لانه وقع من اللسان هو يتكلم قال الدرهم، قال 450 درهم، ولا اقدروا ارجعوا للبرنامج راح تلقاوه قال الدرهم بدل الدينار. فهنا تعرف باللي اللي كتب له النص مروكي، خلاص انتهى الامر. عمي متعمي السلام عليكم. ما تنساش جيم جادور تعليق بارطاج حرك الالغوريتمات نتاع الفيسبوك نتاع الباج نتاعنا. صور بكل حريه، ورينا الطوابير وين كاينه وما ترافقوه ما والو. يعني اذا كانت غير مرافقه امنيه خفيفه معاه ولا وخلوا عليه يتجول براحته باش ما يقولوش باللي راهم يوجهوا فيه رانا ندوه لمحلات معينه او اماكن معينه. يروح هو بنفسه وعنده بريم على كل طابور يلقاه. انا ما عمري احنا سمعنا صح فعلا ارتفعت اسعار البقوليات في الصيف ملي كانت درجه الحراره 56 و57 رفعوها بعض التجار. الدوله قرات الرساله مبكرا باللي المضاربين راهم معولين يديروا ازمه في الشتاء، لانه هذه شكون من هو الانسان اللي يقدر ياكل اللوبيا ولا ياكل العدس في درجه حراره تاع 56 درجه و55 درجه. حنايا نعرفوها هذه البقوليات تؤكل في فصل الشتاء، هي المؤونه تاع الشتاء. فوين وكيف وشكون هذو الجزائريين اللي يوقفوا طوابير باش يدوا العدس؟ هذا موجود في الخيال المريض نتاع سمك الشبوط، ماهوش موجود على ارض الواقع. من المفروض انه اعلامي ساخر كما جوشو قبل ما يقدم ماده كما هذه يتاكد بانه ما تورطش في الغلط. ولكن احنا على بالنا ورانا عارفين لانه وقع من اللسان هو يتكلم قال الدرهم، قال 450 درهم، ولا اقدروا ارجعوا للبرنامج راح تلقاوه قال الدرهم بدل الدينار. فهنا تعرف باللي اللي كتب له النص مروكي، خلاص انتهى الامر. انا دوك الان العتب تاعي مش على جوشو، انا ما نعاتبوش، انا نعاتب السلطات الجزائريه لمجابهه هذا السيل من الاشاعات وهذا السيل من الاكاذيب اللي اولا يروج ويعطي صوره خاطئه عن الجزائر، هذه وحده، واثنين يؤثر على معنوياتنا احنا كجزائريين. انا كجزائريين والله قعدت لان جوشو انا من البرامج اللي نحبها، من البرامج اللي نحترمها، لانه يتناول بطريقه ساخره، يتناول الواقع في العالم العربي. طبعا انا اوافقه في الكثير من الاشياء اللي قالها في البرامج نتاعو، ولكن بالذات الحصه نتاع المره اللي فاتت او الحلقه نتاع المره اللي فاتت كان فيها تجني كبير وتجني واضح، هي نفسها الكلام اللي ردوا المخزن. وانا والله قعدت مستغرب، انا قلت كيفاش حتى قال كلمه درهم، كي قال الدرهم انا فهمته باللي خلاص باللي النص تعطاله مكتوب وتم تلقينه. مصيبه وداهيه اذا كانوا شراوه، مصيبه وداهيه اذا كانوا شراوه. وحنا قلنا باللي ودي لازم على الدوله الجزائريه انها تكون حذره، لانه الموضوع يتعلق بسمعه البلاد، يتعلق بسمعه الجزائر. ماهوش احنا ما قلناش، راني دائما نقول لكم احنا ما قلناش باللي الجزائر هذه راهي جنه الله فوق الارض، يعني الاسعار ماهيش مرتفعه ولا ما فيهاش مشاكل، ما فيش. طبعا كل بلد وعندها همومها وعندها مشاكلها وعندها نقائصها وعندها ايجابياتها وعندها سلبياتها. كل بلد ما كانش الجنه، لا توجد جنه على الارض. الجنة الوحيدة هي اللي خلقها رب العالمين وعد بها عباد الصالحين، عباد اللي يرضى عليهم ربي وعدهم بالجنة اللي ما فيها لا مشاكل، لا فقر، لا مرض، لا هموم، لا أي شيء. الجنة المكان المثالي في الأرض. لا يخلو قطر على الكرة الأرضية، لا يخلو بلد على الكرة الأرضية من المشاكل، إلى ما هي مشاكل مادية، مشاكل معنوية. دول متطورة راها عندها الأموال وعندها التكنولوجيا وعندها القطاع الصحي متقدم والقطاع التربوي متقدم و بس عندها في الداخل في النسيج الاجتماعي تاعها مهشة وغير متماسكة ورايحة فيها. راه كل بلاد ورطالها كما نقولوا حنايا بالدارجة نتاعنا. احنا كي نقولوا الجزائر هذا لا يعني انه بلد خالي من المشاكل، عندنا مشاكلنا، ولكن اللي مش مليحة في هذا الأمر هو التجني. الحلقة اللي فاتت تاع جوشو ما عجبتنيش لأنه كان فيها كم كبير من التجني. الجزائريون لا يقفون في طوابير من أجل اقتناء العدس ولا اللوبيا ولا أي مادة أخرى. احنا مشكلة الطوابير هذه كامل وقعت لنا مرة واحدة في المدة الأخيرة هذه، مش الأخيرة يعني خلاص احنا عندنا تقريبا سنة. الحليب هذا ما عادش مشكل، كان عندنا الحليب وكانت معركة آنذاك ما بين الدولة والعصابات نتاع المضاربة. كانت ساعات تخلق ندرة في بعض المواد، الزيت والآن يعني الزيت اللي يحب يدوش على روحه. والله العظيم غير
راه مرمي في المحلات مكدس انواع واشكال من الزيت، والله غير روح راه الدنيا هامله به. الحليب والله دائما نقول نصور وننسى لانني مشغول عندي حياتي راني نصور، والله غير حاطينه امام واجهات المحلات. الحليب المدعمه خلينا من الرفوف الداخل الحليب هذاك الاشكال والالوان تاع الحليب انواع وانواع. فاحنا مرينا في فتره من الفترات، نعم صارت ندره في ماده الحليب وندره في ماده الزيت وندره في بعض المواد، ولكن تم التحكم فيها فيما بعد. قضيه البقوليات الكلام راني نوجه فيه لجوشو، اذا بلغوا كلامي اذا ما بلغوش كلام انا متاكد انه يبلغوا، لانني وصيت بعض الاصدقاء انهم يوصلوا له. اذا كان على العدس والمشكله هذه الاخيره اللي وقعت هذه راه من المراكه في خيالهم داروها. هو الرئيس عبد المجيد تبون لانه انسان عفوي، لو كان غير جاو كاع الحكام بهذه العفويه اللي فيه، انسان عفوي يتكلم مع الصحافه، قال ظهرت مش ندره، ظهر غلاء فاحش في اسعار البقوليات. هدد في البرنامج مباشره، هدد قال والله ما نطلقهم هذو تاع المضاربه، هذو راهم يديروا المضاربه في هذه الماده، راهم يحضروا فصل الشتاء باش يديروا ندره في هذه الماده. هددهم رئيس الجمهوريه، هددهم ردوا بالكم تقتربون من غذاء الفقراء. فالان هو موجود، والديوان الوطني للحبوب سقف الاسعار وانتهت المشكله الى هنا. ما عندناش طوابير احنا يا سي جوشو، من المفروض انك تتحقق قبل ما دير هذا الشيء. ولكن العيب نعاود نرجع ونقول العيب ماهوش في جوشو، العيب في السلطه الجزائريه اللي راه مخليه البرتوش يتلاعب بالاعلام والاعلاميين، واللي يشتري الذمه نتاعهم يشتريها، واللي ما يقدرش يشتري الذمه نتاعهم يوصل لهم المعلومات المغلوطه، المعلومات الكاذبه، يعطي لهم معلومات كاذبه، وهذيك المعلومات للاسف الشديد يتبناوها بعض الاعلاميين ويتعاملوا معها على انها حقيقه. بالصدفه هكذا كنشوف في واحد الفيديو نتنياهو يتكلم على الجيش الجزائري. قلت انا نتنياهو قاعد نشوف في كيفاش نتنياهو يقول تصريح كما هذا. لما بديت نبحث لقيت نفس الفيديو يتكلم عليه احد الاعلاميين العرب، قال لهم يا جماعه، قال لهم نتنياهو مش يتكلم اصلا على الجزائر، او يتكلم على البيستاش. جابوا له الفستق في البيستاش، جابوا له الفستق قاعد ياكل في البيستاش، وقال لهم هذا البيستاش هذا يخليني نخمم مليح في الازمه تاعنا مع ايران، ويهرج مع اصحابه. المراركه رفدوها وعادوا يكتبوا في دبلجه او ترجمه كاذبه للكلام تاع نتنياهو. هذه حمله اعلام، والمشكل انه هذاك الفيديو تبناوه بعض الاعلاميين العرب على انه حقيقه. الان المخطط نتاع البرتوش هو انه يغرق ساحه المواقع التواصل الاجتماعي بالاخبار الكاذبه، بالصور المفبركه، بالفيديوهات المفبركه، واستخدام حتى الذكاء الاصطناعي، تقنيه الذكاء الاصطناعي يقدروها حتى مع الرئيس تاع فرنسا ماكرون، استخدموها معه، داروا له بصوته يشتم الرئيس تبون، لدرجه انه اوساط رسميه هنا اعتقدت انه تسجيل صحيح، ولكن في الاخير لقاوه مجرد فبركه مصنوعه بالذكاء الاصطناعي، كما داروا نانسي عجرم تغني بختة تاع الشاب خالد. فالفكره هو انه لازم احنا ثاني نكونوا في المستوى تاع الاداء الاعلامي على الجزائر. انا درت منشور وعطيته وصلته لبعض المسؤولين، قلت لهم يا ريت جوشو ياك ما عندوش مشاكل مع الحكومه الجزائريه، بعثوا له دعوه وتكفلوا بزيارته للجزائر، يوصل للمطار الجزائري